من لا يتكيف يموت. مفيش في حاجة مهمة لازم تفهمها، إن الحياة مش ثابتة، كل حاجة بتتغير. الإنسان لازم يكون ذكي ويتكيف ويتأقلم حسب ظروفه. الظروف، الناس، الفرص، الإنسان نفسه بيتغير. الفقير برضه عنده وسيلة، ممكن يكتفي بالجبنة القريش والخبز الأسمر والفول والعدس ويبتدي يتعلم ويأهل نفسه عشان يحسن وضعه الاقتصادي. ما هو ده تكيف برضه. يا بتتعلم تتأقلم، يا بتفضل واقف مكانك. التكيف يا إخواني هو الفرق بين الحي والميت، بين الذكي والغبي، بين من يقدر له الاستمرار وبين من يقدر له الفناء. واللي بيفضل واقف مكانه بيتساب ورا، مش عشان هو ضعيف، لكن علشان ما تحركش. الذكاء مش إنك تبقى عبقري، الذكاء إنك تعرف تتعامل مع الواقع والظروف اللي انت فيها، مش الظروف اللي نفسك فيها. لأنك لو فضلت مستني الظروف تبقى مناسبة هتفضل مستني. سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. ربنا بيقول إنه سخر للإنسان كل ما في السماوات والأرض جميعا. شوف كلمة جميعا، منه، تسخير منه سبحانه وتعالى. انت ضيعت وقت كتير مش عشان مش عارف تبدأ، لكن علشان مستني تبقى جاهز. وللأسف اللحظة دي عمرها ما هتيجي. لو لفيت حواليك لحظة هتلاقي ان ربنا خلق ليك الكون كله، سخر ليك الأرض والسماء والبحر والكواكب والنجوم والشجر والمعادن والأدوات. كل حاجة مخلوقة حواليك مخلوقة ليك عشان تستخدمها، وانت لسه واقف مكانك مستني ايه؟ مستني الظروف تتحسن ولا مستني تبقى جاهز؟ طب ما كل ده موجود فعلا، بس انت اللي لسه ما قررتش تبدأ. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفذ أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تنحر، ضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. خليني أسألك سؤال بسيط، انت راضي؟ لو جيت سألت السؤال ده لأي حد هيقولك الحمد لله. بس لو جيت بصيت في عينه وقلت له انت متأكد، هيقولك ايه يا عم انت هتكفرنا ولا ايه؟ طبعا راضي الحمد لله. بس لو جيت قعدت مع الشخص ده كمان يومين وراقبت تصرفاته هتلاقيه عمال يشتكي من ضغط الحياة ومن المشاكل ومن الفلوس، وان هو مش لاقي شغل، وانه شغال 24 ساعة ومش مكفي البيت، والعيال عايزة والمدام عايزة وانا عليا ضغوطات. وهتلاقيه اصلا ماشي في الشارع مش طايق نفسه. طب استنى، مش انت كنت من شوية لسه بتقول انك راضي؟ راضي فين بقى؟ ولا هو بالكلام بس؟ ولا عشان خايف تقول انك مش راضي عشان خايف من ربنا؟ الحقيقة ان في فرق كبير بين انك تقول انك راضي وبين انك تكون راضي فعلا من جواك. معظمنا بيخاف يعترف قدام نفسه ان هو مش راضي، مش راضي عن حياته، مش راضي عن نفسه، مش راضي عن وضعه، بس بيقول عكس كده عشان هو خايف يعترف او خايف من فكرة ان ده غلط. الدنيا دي كلها ايه هي الدنيا دي؟ انا ما اعرفش متى انتقل الى الله. اذا هي الدنيا بتاعت اللحظه ما مضى فات، والمؤمل غيب ولك الساعه التي انت فيها. هي دي. من اصبح معافى في بدنه صحته امنا في سربه، ما حدش بيهدده ولا بيخوفه، عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهي دي. خليني اقول لك حاجة مهمة، انك تعترف بالحقيقة ده مش حرام ولا عيب. الحرام انك تضحك على نفسك وتفضل عايش طول السنين دي فاكر انك راضي وانت اصلا مش راضي. وده بالظبط السبب اللي مخليك واقف مكانك، مش عارف تبدأ ولا تتعلم ولا تتحرك، عشان انت اصلا مش راضي. مفيش حد بيبدأ جاهز، بس في حاجة اهم من انك تبدأ، انك تبقى راضي. مش راضي بالكلام وخلاص، لا، وراضي من جواك كمان. راضي باليوم اللي انت فيه، راضي باللي معاك، راضي بالبداية الصغيرة. كفاية ان عندك عين بتشوف، ودن بتسمع، بق بيتكلم، عقل بيحلل ويفكر. انت مش ناقصك حاجة عشان تبدأ، انت بس محتاج تقدر اللي في ايدك وتستخدمه صح. انت عندك كل حاجة تبدأ بيها. الفرق بينك وبين اللي اتحرك
إنه عرف يستخدم الظروف لصالحه. وإنت لسه بتعلق شماعتك على الظروف؟ استنوني الحلقة الجاية علشان نفهم سوا إزاي الإنسان ممكن يحول الرملة لدهب.